السويركي عماد ابو عيد السويركي على حضوره لينا وتشريفه لينا تشريف يعني بصراحه هو اخ غالي واخ محترم. الشيخ عماد اهو اهو يعني بالصدفه انا بتكلم بالصدفه. لا ده بشكر كل آل غول وبشكر كل عرب غربه وبشكر كل القائمين على الملتقى اللي هو فوق رائع اليوم. طولتم رقبتنا، مش فقط رقبتكم، لا والله طولتم رقبتنا نحن جميعا. بص يا شيخ اقول لحضرتك على حاجه، في معلومه بعد اذنك. استاذ الفاضل، الضيف اسير وانخرق شاعر. تمام. الضيف اسير وانخرق شاعر. احنا يمكن من قبل الفطر واحنا بمثابه الاسير في ضيافه الغول. عندما نخرج ان شاء الله هنقول شعر فيما راينا او بما راينا. خلي بالك انتم قضيتم ووفيتم وخلف الله عليكم ومخلوفين بالحلال، وكل عام وانتم بخير وصحه وسعاده. هذا بالنسبه الى الضيافه، ولكن اكرر للمره المليون الناس اللي بتشوش على الناس اصحاب العمل المحسوس والملموس على ارض الواقع. يعني انا مش لاقي كلمه غير اني اقول لهم عيب عليكم، يعني عيب اختشوا، ده شغل عيال. يعني النهارده الواحد لما يصحى من النوم يبقى معلش مع احترامي الشديد للجميع مالوش كلمه على ولده، واخد بالك، ويقول لك انا رئيس القبائل العربيه، انا شيخ القبائل العربيه، انا امين عام القبائل العربيه، انا مش عارف رئيس مصر والسودان. عيب، هذا نقص. وللاسف الشديد يمكن الشيء اللي هو بيعتبر يعني يخلي الانسان لابناء القبائل العربيه ان انا بقول لهم يا جماعه اتحدوا. رؤساء مجالس القبائل العربيه بقول لهم اتحدوا، اعملوا اجتماع اجمعوا فيه بعضكم. مش مهم مين رئيس المجلس الفلاني، لا، كل واحد فيكم رئيس للمجلس بتاعه. ما بنقولش لا ان انتوا تفرقوا او فرقوا المجالس بتاعتكم، لا، خلوا المجالس بتاعتكم زي ما هي، بس اتحدوا جميعكم تحت لواء واحد. وجميعنا نعلم مين اللواء الواحد يا جماعه اللي احنا كلنا كقبائل وعائلات بنتحد تحت لواءه. اللواء الواحد كلنا عارفينه، مش هنذكر مين هو، بس كلنا عارفين مين اللواء اللي جميعنا بنتحد، بنقعد على طاوله واحده عنده، وبنقعد نقول طلباتنا، بنقعد نقول بيقول لنا اعملوا، بنقول اعملوا. الكلام ده كله الكيان الشرعي، الكيان الاكبر اللي هو ضامن جميع الكيانات دي، جميع المجالس دي. انا مش عايز اقول اسامي او ما ينفعش ان انا اقول مسميات، فبنقول ايه اللواء. هو اللواء ده اللي احنا ماشيين تحت ظله، هو اللواء ده يجمعنا على مائدة واحدة، يجمع جميع رؤساء المجالس على طاولة واحدة ويتكلم معاهم ويجمع كلمتهم على كلمة رجل واحد. كل واحد يبقى في مجلسه عادي، بس يبقى في توحيد للصف، عشان ما نلاقيش زي اللي حصل الفترة اللي فاتت دي كل شوية حد طالع لنا يقول انا رئيس المجلس الفلاني، انا مش عارف ايه الكلام ده كله. عايزين ننهي الكلام ده. فدي مناشدة للدولة، بقولها مناشدة للدولة، مناشدة لرؤساء المجالس. يا ريت يا ريت يا ريت يتعمل بالكلام ده. وانا عملت كذا مقالة في الجريدة عندي وكتبت بنفس النص ده، ان يا ريت الكل يجتمع على كلمة رجل واحد. شكرا. السلام عليكم. الشيخ محمد ابو مسعد العميري الحويطي، بشكر بيت الغول على الضيافة وربنا يزيدهم، واتحاد القبائل والاستاذ كامل مطر الله يعينه، واحنا كنا وراه، وربنا ينصر مصر ان شاء الله، ونخلي الحزب الفالح اللي يفيد البلد واحنا اللي واقفين وراه ومعاه. السلام عليكم. ان شاء الله، وكل عام وحضراتكم بخير. كل عام طيبين. شكرا. كل عام وحضرتك بألف خير، وشرفتونا ونورتونا، وبأمر الله اللقاءات دي مش هتنقطع، لا ده احنا على طول مع بعضنا بأمر الله، ونتواصل مع بعض انا والاستاذ زين بأمر الله، وهشام الخطيب قصدي. وانا اسف معلش دماغي من اللف، انت عارف. اتشرفنا بحضرتك وبنشكر الاستاذ مجدي باستقبالنا وكرمه ازاي النهارده، ونقول له كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضراتكم طيبين وبألف خير، ودايما مع بعض بأمر الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بأمر الله. شكرا. بسم الله والصلاه والسلام